اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هنكمل مع بعض سلسله حلوه قوي، وهي عادات صحيه اكتسبتها من خلال ممارسه الدايت او الصيام المتقطع. في عادات صحيه الواحد كده ماشي عليها حتى بعد الصيام المتقطع. اول عاده الواحد اكتسبها شرب الميه. خلاص انا اتعودت على شرب الميه، واشرب مثلا مع كل اذان كوبايه ميه او كوبايتين ميه. اتعودت على كده بحيث ان انا اخد المقنن بتاعي اللي هو 3 لتر ميه في اليوم. دي اول عاده من العادات الصحيه اللي اكتسبتها وماشي عليها، خلاص بقيت لايف ستايل وغيرت حياتي كتير. يعني طبعا شرب الميه بيسبب نضاره للوجه، بيدي طبعا تحفيز للجسم ان هو يحرق طول الوقت. فشرب الميه مهم جدا جدا جدا. النقطة اللي بعد كده وهي عادة المشروبات بدون سكر. خلاص انا اتعودت على ان انا اخد مشروباتي بدون سكر نهائي. الشاي، القهوة، حتى العصاير بجتهد ان انا اخدها بدون سكر. ولو انا خلاص يعني نفسي قوي ان انا احط فيها سكر، بستخدم يا اما سكر دايت يا اما احط كمية قليلة. دي برضو من العادات اللي اكتسبتها اثناء رحلتي في الدايت وغيرت حياتي جدا. الشاي بلبن، النسكافيه، القهوة، اي مشروبات تتخيلوها بشربها بدون سكر. دي من الحاجات اللي اتعودت حرفيا عليها. يعني انا يعني لما خلصت صيام متقطع ووصلت للتارجت بتاعي، مشيت بقى على الامور والعادات الصحية دي في حياتي. فكانت بالنسبة لي طبعا حفاظ على بشرتي، وحفاظ على وزني، وحفاظ على سكر الدم، وحاجات كتيرة جدا جدا جدا. من العادات برضو اللي اكتسبتها اثناء الرحلة ديت من العادات الصحية اللي غيرت حياتي جدا 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 جدا، هي تنظيم الوقت وتنظيم النوم وتنظيم الاكل. ان انا انظم هاكل امتى، هنام امتى، هصحى امتى. التنظيم، اتعلمت تنظيمي في الوقت. بقى فيه لكل وقت اذان زي ما بيقولوا، او لكل وقت فيه طقوس انا بعملها او حاجة انا بعملها وتلقائي كده بتعود عليها وبعملها. زي مثلا ان انا الساعة 12 اكون نايمة، ان انا مثلا الساعة 4 اكون باكل، وهكذا. من العادات اللي اكتسبتها برضو ان انا اباعد بين فترات الاكل بتاعتي. اتعودت طبعا على فترات صيام طويلة والمدة كبيرة، فخلاص انا بقيت اباعد بين ساعات الاكل. مش كل مثلا دقيقتين باكل او كل ساعة باكل او كده، لا بقى في فترات اكل ورا يعني متقسمة على مدار اليوم. بحاول اخلي بين كل فترة والتانية 5 ساعات، لان انا اتعودت ان انا في فترات طويلة بين الوجبة والوجبة وبين الصيام والوجبة الاولانية. فتعودت بقى زي ما تقولوا كده ان انا يبقى في فترات متباعدة. ممكن اقعد طول النهار في الشغل مثلا ما اكلش، ارجع البيت اكل كمان 5 ساعات كده اكل، وهكذا. اتعلمت برضو ان انا امضغ الاكل كويس جدا جدا جدا، والواحد ياكل بالراحة وبتأني ويمضغ الاكل كويس جدا جدا جدا، بحيث ان هو يبقى بياكل كميات قليلة وفي نفس الوقت بيوهم جسمي ان انا باكل كميات كبيرة. وبرضو مضغ الاكل كويس بيساعد على هضمه، بيساعد على حرقه، وهكذا. فدي برضو من العادات اللي اتعودت عليها وغيرت حياتي فعلا بالفعل. يعني الاول كنت باكل سريع في سريع في سريع. من العادات اللي اكتسبتها برضو صحية ومشيت عليها وكانت بالنسبة لي تغيير كبير في حياتي، هي عادة ان هو ابص على كل حاجة بتدخل بقي واشوف السعرات
وامشي بنظام اللقيمات. واتعودت برضو ان انا حتى لو فتحت مثلا بسكوتة او كيس شيبسي او كلام من ده، وارد ان ده يحصل، ما بكملوش، باخد واحدة او اتنين منه وبسيبه، وهكذا. البسكوتة ممكن اكل بسكوتة اتنين وهكذا. ده كله بيساعد، العادات دي كلها بتساعدني على ان انا اتخطى زيادة الوزن مرة تانية. تمام. دي من العادات اللي اكتسبتها برضو اثناء رحلتي واستمريت عليها. في برضو عادة المشي او الهمة العالية او الحركة الكتير، ان انا احاول اتحرك كتير، امشي مشية معينة، اعمل شغل بيتي بنفسي، اجيب مشترياتي بنفسي، اروح شغلي على قد ما اقدر، اركن العربية بعيد واروح مواصلات، اروح قصدي مشي، ان انا اروح مواصلات وانزل مثلا على بعد شوية وامشي شوية. لو في سلم احاول على قد ما اقدر، لو المسافة مش عالية اطلع سلم، انزل سلم، اروق، اشوف شغل بيتي وهكذا. دي من العادات اللي انا اكتسبتها، ان انا اتحرك، يبقى في خفة وفي حركة. من العادات برضو اللي اكتسبتها وغيرت حياتي جدا جدا جدا، ان انا ما اتكسفش ان انا ارفض اكل متقدم لي، او ان انا اعتذر، او ان انا اقول لو انا معزومه في مكان معين طب معلش انا هاكل كذا. او لو اتحط الاكل قدامي اختار الحاجات الصحيه اللي موجوده ابدا بيها، ابدا بالسلطه، ابدا بالميه، ابدا بالمشويات وهكذا. فاتعودت ان انا اسستم كل اللي حواليا او كل الامور اللي حواليا عشان صحتي وعشان عادات كويسه انا اكتسبتها وبنقلها لغيري كمان. من العادات برضو اللي اكتسبتها ان انا ابعد عن الحاجات المصنعه، اعمل كل حاجه في البيت، ابعد عن الدقيق الابيض، ابعد عن السكر، اللي هي الايس كريمات اللي مش صحيه، الباتيهات، الامور اللي بتيجي من المخبز دي اقلل منها على قد ما اقدر، ما اكلهاش غير في الضروره وما كترش برضو منها. برضو من العادات الكويسه جدا اللي انا اكتسبتها ان انا بدات اهتم بصحتي، فيتاميناتي، اللي هي فيتامينات معينه استمريت عليها ما قطعتهاش، باخدها. اعمل طبعا كشف دوري على صحتي وعلى جسمي، واشوف انا عامله ايه، اتابع مع طبيب، اشوف مثلا لو انا عندي مشكله مقاومه انسولين، لو انا عندي مثلا مشكله في الغده لا قدر الله، لو انا عندي مشكله في السكر، لو عموما لو ما عنديش حتى اي مشاكل، اشوف انا كان عندي شويه نقص في فيتامينات معينه، يا ترى استمر عليها ولا اقطع ولا اقلل، والجرعه ايه ودنيتي ايه. فاهتميت بنفسي واستمريت على الاهتمام ده، لان كان اخر حاجه بفكر فيها حرفيا هي نفسي. فمن الحاجات اللي خلتني او من العادات اللي اكتسبتها فعلا ان انا اهتم بنفسي وما سيبش اي خطر يداهم صحتي ما بصلوش او ما اخدوش بعين الاعتبار. دي حاجات كده سريعة، وان شاء الله السلسلة لها تكملة. ودي من الحاجات فعلا اللي غيرت حياتي، وازاي فعلا العادات دي قلبت حياتي كده 180 درجة، من عادات سيئة كنت بعملها لعادات صحية. برضو منها السهر، كنت بحب السهر جدا 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 جدا، لكن برضو اكتشفت ان السهر الكتير بيأكل كتير، بيبوظ الدنيا. فليه ما نمشي بدري واقوم بدري. من العادات الجميلة برضو اللي اكتسبتها ان يومي يبدأ بصلاة الفجر، واحاول انهيه بصلاة العشاء، بس لازم هنقعد شوية بعدها يعني مفيش مشكلة. افكر في وابقى عندي وعي واقرا كتير عن اي امر. دي برضو عادة اكتسبتها، كله فوائد وكله امور بتغير حياتك للاحسن وللافضل. طبعا ربنا يوفقنا جميعا، وان شاء الله باذن الله تحطوا رجليكم على اول الطريق، واللي حط رجليه على اول الطريق ينطلق
وان شاء الله يوصل للوزن اللي هو عايزه. ما تحطش في بالك انك بتعملي دايت خالص خالص خالص، دي بداية النجاح. دايما قولي انا هغير عادة بعادة وهكتسب عادة مكان عادة، بحيث ان انت هتلاقي مجموعة العادات دي كلها لو عملتيها هتلاقي نفسك داخلة في دايرة حلوة قوي ووزن حلو قوي، حتى لو مش مثالي بس خفيفة واقل من وزنك في قبل كده. بحبكم جدا جدا جدا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واللي عجبه الفيديو يا ريت لايك وتعليق حلو كده يفرح قلبي، ويا ريت تشيروا الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي بتاعكم، وعشان الفايدة تعم على الجميع، الناس المستفيدة او المهتمة بان هي تعيش حياة صحية ولايف ستايل. بحبكم جدا 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 جدا، ومع السلامة.